فوضى عارمة، رشق بالحجارة واعتداءات على الممتلكات. هذا ما عاشته شوارع الدار البيضاء، وتحديدا في منطقة درب السلطان ومحيط محطة ولاد زيان. أحداث حبست الأنفاس وتقتها عدسات الكاميرا، حيث تحولت الشوارع إلى ساحة حرب شوارع مفتوحة. فما الذي حدث فعلا، وكيف تطورت الأوضاع؟ استنادا إلى المشاهد الواردة، انطلقت شرارة الأحداث بعد مناوشات تطورت سريعا إلى مواجهات عنيفة شارك فيها عشرات المهاجرين من دول جنوب إفريقيا. الفيديو يظهر بوضوح استهدافا للممتلكات العامة والخاصة، ورشقا مكثفا بالحجارة طال حتى عربات الترامواي والسيارات المارة. الأصوات في الخلفية تعكس حالة الرعب التي عاشتها الساكنة، حيث نسمع استغاثات ودعوات لتدخل القوات العمومية لضبط الوضع. المواجهات لم تقتصر على الحجارة، بل استخدمت فيها أيضا الشهوب الاصطناعية، مما زاد من حدة التوتر والدخان في المنطقة. هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في هذه المنطقة الحيوية بالعاصمة الاقتصادية، فمحطة ولاد الزيان باتت تشكل بؤرة للتوتر بسبب التجمع الكبير للمهاجرين غير القانونيين الذين يتخذون من الفضاءات العامة مكانا للاستقرار المؤقت. يرى المحللون أن الضغط النفسي والظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المهاجرون، بالإضافة إلى الانصدامات المتكررة مع الساكنة والسلطات، تؤدي غالبا إلى انفجار الوضع بهذا الشكل. السلطات الأمنية باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث، وشنت حملات لتمشيط المنطقة وتحديد المتورطين في أعمال التخريب، وسط مطالبات من الساكنة بإيجاد حل جذري وشامل لملف الهجرة في المنطقة. شكرا لكم إخواني على المتابعة، والسلام عليكم.